انت عايز تعمل ايه بقى؟ بص هنا حضرتك. بص لا اله الا بص الله. حضرتك خلاص بص خلاص حضرتك خلاص. انا بدل ما اتصير من ورا واتصير من جنبي. لا اله الا الله. عايز اخف. عايز تعمل ايه عايز طيب؟ اعمل العمليه دي. نفسي اخف. يا بلد ايه؟ دي بقى لها 3 سنين. يعني بص حضرتك التعوير، انا بص شفت كل بص لا حاجه دي يا دي دي جدعان، لا دي اله دي الا دي, الله. دي كانت تعويره، كانت لحم مقور كده. اي. القصر رافض يعمل لي العمليه دي تاني ويقفلها لي. ده المفروض القصر يعمله، مش صح. راضي. طيب انت ساعدتني وعملت عمليتين، عمليه في القاصيه وعمليه في السره. ماشي. طيب انت مش عايز تقفل لي عمليتي تاني ليه؟ معذبني في الدنيا ليه؟ انا ولا طاوي الموت ولا طايل حاجه، مش مفيش. يعني الناس قالوا لي احنا هنجمع لك الفلوس دي 35,000 جنيه، بس مش لاقيين الدكتور اللي يعملها. انت عملتها فين؟ اقول لهم في القصر. ارجع القصر تاني. تروح القصر يقولوا لي لازم تجيب اسم الدكتور اللي هو عمل لك العمليه. طب انا مش عارف اسم الدكتور، اجيبه منين؟ يعني انا يعني الميت، والله الميت ليه كرامه. والله الكلب ليه كرامه عني. الكلب على من المؤاخذه اللي بيمشي في الشارع بيعرف يصيد، انا ما بعرفش. ولو عايز تصور الجرح لا ده لا لا، انا انا شايف موافق. والله، انا شايفه انا 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 شايفه. انا انا انا, أنا يعني ربنا اللي يعلم بيا. انا تعب يعني. مش موضوع شعر ودهون وسخه. لا لا. لا الموضوع مش كده، موضوع العمليه دي بجد. أيوة. يعني هو الموضوع مش موضوع شعر فعلا. الموضوع عايزين نساعدك. العمليه دي ايوه. ان شاء الله خير. انت. مفيش مفيش حاجه. مفيش قدامي غير القصر. اروح القصر يقول لي لازم تجيب اسم الدكتور اللي هو عمل لك العمليه. طب انا ما اعرفش اسم الدكتور اللي هو عملها. طب انت ممكن دكتور تاني يعملها لك؟ مفيش. كل الدكاتره يا اخويا خايفين. اه. لازم الدكتور اللي هو اشتغل وعمل العمليه لازم يقفل الحاجه تاني. عشان هو اللي فاهم. هو اللي فاهم الدنيا جوه عدم المؤاخذه الدنيا ماشيه ازاي. انت تمام. حضرتك لو دكتور هخاف تقرب مني لا يكون عندي اي حاجه. انا لو كان عندي حاجه كمل للاول، ما كانش حد قرب مني. تمام. بص حضرتك، انت اسمك ايه؟ اسمي احمد سعيد. انت منين يا عم أحمد؟ انا من سيد مكه. طب انت بقالها قد ايه العمليه دي؟ دي بقى لها 3 سنين وتعبان بيها والله. لا اله يعني الا الله. يعني حضرتك دي مكان ده مكان ده كده. ده كله بص. خلاص دي خلاص. مكان ايه. كان فينا كده، كان في شبكه راكبه ايوه ايوه. وقعت. ماشي ان شاء الله باذن الله خير. يعني لو في خير عند ربنا وفي قلب قلوب الناس يرجعوا لي القصر تاني. ان شاء الله حد هيرجعك، وفي ناس كمان يعني ممكن دكاتره يتواصلوا معانا هم اللي يعملوها لك. والله ملاقي. والله والله لا لا. العظيم ملاقي. وامي تعبت معايا. امي تعبت معايا والله. اخر ما زهقت مني قالت لي يلا امشي، انت مبهدل لي الدنيا يلا امشي. ومشيت والله وبهدلت في الشارع. وبقيت الاقي اكل في الزباله. مش شايف لها. يعني استغفر الله العظيم يا رب. ارمي نفسي من فوق كوبري هموت كافر. يعني تعبت والله يا جدعان تعبت. اني عدم المؤاخذه انا لو مسيحي، انا والله المسيحيين ما كانوا هيسيبوني. انا مسلم والمسلمين مش عاملين لي حاجه. لا 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 طبعا. واحد بالله بقى. واحد بالله. لا اله الا الله. قول يا رب. يا رب. انت قاعد فين بقى؟ قاعد دلوقتي حاليا كده في سيدي علي تمام. عند الجامع. طيب. الزوار بيجوا يدوا لي اكل اكل، يدوا لي هدوم، وعايش على كده. انت بتنام فين في دلوقتي؟ الشارع. بنام في التراب بتاعت سيدي علي. تشتغلش؟ ما بقدرش اشيل حاجه خلاص على كده، ما تشيلش حاجه تاني. ان شاء الله ترجع يعني لو السما شلت الأرض. حاجه تاني ممكن عدم المؤاخذه تتفتق اكتر ما انت مفتوح. لا لا ان شاء الله خير. هم عرقين، واحد تحت واحد فوق. ان شاء الله خير. اللي تحت خدوا مني بيضه اه. وما رضوش يدوها لي. دي بص، فقدتها. صلى على النبي. الف صلاه عليه. هو في ناس كتير هتشوف الفيديو ده وهتساعد معانا، وان شاء الله يعني احنا هنجيلك على العنوان ده وهتعملها و... وانا متفائل من ربنا خير يعني. في يعني ناس كتير لا هتساعدك. اللي هيساعدني القصر.
القصر مش راضي يعمل لي العمليه دي ليه؟ سايبني 3 سنين كده بالمنظر ده ليه؟ كل ما اروح يمشوني، كل ما اروح البودي جارد يرميني بره ليه؟ يرميك بره. ما والله زي ما بقول لك البودي جارد هناك قد العمود بتاع الكوبري ده، الدكتور يقول له خده وارميه بره، يرميني بره ليه؟ ويمشيني ليه؟ انا لو مسنود ومعايا ناس والله ما حد هيقول له ارميه بره، وهيقعدوني في احلى اماكن كمان. ان شاء الله خير انا ما شفتش ظلم الا في اليومين دول. لا لا، ان شاء الله في ناس كتير هتشوف الفيديو بتاعك ده، واللي مش هيقدر يساعدك هيشير الفيديو اللي هو بخلال لحد يوصل لحد يساعدك. وفي ناس خلي بالك. أنا نفسي اخش القصر، نفسي الدكتور يقول لي انا هعمل لك العمليه وببقى حلو. انا كنت برزق والله قبل ما اعمل العمليه دي، وكنت بشتغل وكنت بروح العاصمه الاداريه وكنت بشتغل والله. عارف انا رحت العاصمه الاداريه مش مش عشان شغل ولا عشان فلوس، انا رحت العاصمه الاداريه قال لك والعاملين على ظهرها. عارف انا يا اقدر اخدك دلوقتي واوديك القصر وتعملها، والله العظيم هاخدك، بس في ناس ان شاء الله يعني هتساعدنا اللي احنا نعملها. النبي انا قاعد عند جامع سيدي علي، حاضر. قاعد على طول هناك. خير ان شاء الله. نفسي بجد والله نفسي اروح المستشفى. حاضر ان شاء الله. انت مش طالب حاجه غير اللي انت يعني والله عايز تتعالج. اخف، بس مش طالب والله ولا طالب بيوت ولا طالب، مش طالب بخير اخف. وبعدين هو القصر هو اللي عمل العمليه، ما لازم يقفلها لي. هتعملها ان شاء الله وهتبقى كويس. قول يا رب يا بقى رب، وكفاية يا رب. عشان انا تعبت والله. يا رب. تعبت لك معلش. ماشي. خليك زي ما انت. خليك اقعد. لا لا لا، بالله عليك بالله عليك اقعد اقعد والله. وانا بص والله النبي انا بالله عليك. قاعد 24 ساعه عند جامع سيدي علي. النبي لو لقيت له اي وسيله تدخلني المستشفى، انا والله مستعد اطلع فوق الكوبري وارمي نفسي، بس خايف من عذاب ربنا. لا اوعى. والله زي ما بقول لك كده هو السادة بالله. انا خايف من عذاب ربنا جامد. لا لا مش واحد قال لي اللي بيحب ربنا بيبتليه. قلت له يا عم ماشي والله موافق وراضي بكل حاجه، بس الظلم زاد عن حده. ازاي لما يكون واحد فقير معهوش حاجه وترميه بره المستشفى ليه؟ ليه ما تقفلش حاجته ليه؟ يعني انا والمغصب لما اشق من ورا التقيل بشقه من جنبي. ليه الافتراء ده؟ ليه تخليه يقول له اطلع بره؟ ده لو مسنود ومعاه ناس مش هتقول له كده، هيقعد وهيخرب الدنيا وهياخد حقه تالت ومتلت